يا أهلا بيكم. كتير مننا بيوصل لمرحلة بيحس فيها إن الأيام بتجري وهو واقف في مكانه، كأن عجلة الزمن بتدور وإحنا بنتفرج عليها من غير أي تغيير حقيقي. بنلاقي نفسنا بنفس العادات، بنفس الروتين، ويمكن بنفس الأعذار. في الشرح ده هنتكلم عن 8 قواعد عملية جدا عشان نساعد نفسنا نكسر دايرة التأجيل دي ونبدأ فعلا نتحرك لقدام. خلينا نبدأ بالمقولة دي لأنها في رأيي بتلخص كل حاجة. دايما بنخاف من التغيير لأن ليه تمن. طبعا تمن في شكل مجهود، خوف، قرارات ممكن تكون صعبة، بس اللي بيغيب عن بالنا إن عدم التغيير نفسه ليه تمن تاني خالص، تمن خفي بس صدقوني أغلى بكتير، لأننا بندفعه من عمرنا ووقتنا اللي مش بيرجع. السؤال ده بالذات ممكن يكون مؤلم لكتير مننا. إحساس إن الحياة ماشية وإحنا لأ، إن الصورة اللي كنا بنحلم بيها لنفسنا من كام سنة لسه مجرد حلم بعيد. لو الإحساس ده موجود فده معناه إن التأجيل والتردد هو اللي بيخلينا ندفع الثمن الأغلى يوم ورا يوم. والموضوع ده على فكرة مش مجرد إحساس أو كلام في الهوا. في دراسة مهمة اتنشرت في مجلة Psychological Science سنة 2012، والدراسة دي لقت إن 72% من أكبر الحاجات اللي الناس بتندم عليها في حياتها كانت حاجات ما عملوهاش، فرص ضيعوها، مشاريع ما بدأوهاش، خطوات خافوا ياخدوها. وده بيثبت إن وجع الندم على عدم المحاولة أكبر بكتير من وجع المحاولة نفسها حتى لو فشلت. طيب خلينا نتعمق أكتر في النقطة دي. الموضوع مش اختيار بين إني أتغير أو ما أتغيرش، لا، هو في الحقيقة اختيار بين تمنين مختلفين تماماً. في تمن مؤقت بندفعه عشان نتقدم، وفي تمن تاني دائم ومستمر بندفعه طول ما احنا واقفين في مكاننا. بصوا على المقارنة دي. ألم التغيير ممكن يكون حاد، بس هو مؤقت ومثمر، عامل زي ألم العضلات بعد التمرين، بيوجع بس معناه إنك بتبني قوة. لكن ألم البقاء في مكانك ده ألم صامت ومزمن، بيستنزف طاقتنا وحياتنا بالبطيء من غير ما نحس. هو شعور بالفراغ وإن العمر بيضيع. وقصة زي بتاعة جيكي رولينج بتوضح ده بشكل عبقري. قبل ما هاري بوتر يشوف النور كانت بتعيش على المساعدات الحكومية واترفضت من أكتر من 12 ناشر. تخيلوا، كان ممكن تستسلم وتقول خلاص، بس هي اختارت تدفع ثمن المحاولة. والأمثلة دي في كل حتة. أي رياضي عالمي دفع ثمن آلاف الساعات من التمرين، وأي صاحب شركة ناجحة غالبا واجه الفشل والرفض أكتر من مرة قبل ما فكرته تنجح. طيب، كل القصص الملهمة دي بيجمعهم شيء واحد: أصحابها قدروا ينتصروا على الصوت اللي جواهم، اللي كان بيقول لهم لأ، خليك مكانك، الموضوع خطر. عشان كده قبل أي خطوة عملية لازم الأول نكسب أهم معركة، المعركة اللي بتدور جوه عقلنا. السؤال المهم فعلا هو إيه اللي بيوقفنا؟ لو فكرنا فيها بصدق، في معظم الأحيان الإجابة بتكون كلمة واحدة بس: الخوف. مش الخوف من أسد هيطلع لنا في الشارع، لأ، نوع تاني خالص من الخوف. هو ده بقى النوع اللي بيشل حركة أغلبنا، خوف نفسي عايش جوه دماغنا وبس. وعشان نواجهه في تمرين عملي جدا. المرة الجاية اللي يجيلك الإحساس ده اسأل نفسك سؤالين: أولاً، إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل بجد؟ وثانياً، ولو حصلت هل هعرف أتعامل معاها؟ في 99% من الحالات هنكتشف إن السيناريو الأسوأ اللي في خيالنا مش وحش للدرجة دي خالص. والمقولة دي بتقلب مفهوم الخوف 180 درجة. بدل ما الخوف يكون إشارة قف، بتحول لبوصلة بتقولك أنت ماشي صح، كمل. الخوف مش معناها إننا في الطريق الغلط، بالعكس، ده معناه إننا بنقرب من حدود منطقة الراحة بتاعتنا، والمكان ده بالظبط هو اللي بيحصل فيه كل النمو الحقيقي. أي تغيير حقيقي لازم يمر بلحظات من عدم الراحة. زي ما قلنا، هو زي ألم العضلات بعد التمرين، مش دليل على الفشل، ده دليل على النمو. المرة الجاية لما نحس بالقلق قبل ما نعمل حاجة جديدة، بدل ما نهرب منه ممكن نقول لنفسنا: تمام، الإحساس ده معناه إني بكبر. والكلام ده مش مجرد كلام تحفيزي، الأبحاث بتدعمه. دراسة تبعت طلاب في بيئات تعليمية جديدة، ولو إن اللي واجهوا صعوبات أكتر في الأول وقدروا يتقبلوا الإحساس المؤقت بعدم الراحة، أدائهم في النهاية كان أعلى بنسبة 40%. يعني الألم ما كانش عائق، ده كان هو نفسه الوقود اللي خلاهم ينمو. تمام قوي. بعد ما ظبطنا طريقة التفكير وفهمنا إن الخوف وعدم الراحة دول جزء طبيعي من رحلة التغيير، إزاي بقى نتحرك؟ دلوقتي وقت الأفعال. الجزء ده هيدينا خريطة طريق واضحة وبسيطة عشان نعرف نبدأ منين بالظبط. التغيير الحقيقي مش بيبدأ ب100 هدف، لأ، بيبدأ بهدف واحد بس، واضح وبسيط. بعد كده خطوة واحدة بس صغيرة طلعنا بره منطقة راحتنا، خطوة واحدة بس. وأخيراً، بدل ما نحارب عادة سلبية، الأسهل إننا نستبدلها بعادة تانية إيجابية. السر كله في البساطة والتركيز. جيمس كلير مؤلف كتاب العادات الذرية لخص الحكاية دي كلها في جملة عبقرية: النجاح الحقيقي مش لحظة الوصول لهدف كبير،
لكنه نتيجة تراكمية لعادات وأنظمة بنعملها كل يوم، لدرجة إنها بتبقى جزء مننا وبنعملها من غير تفكير. حلو جدا، عرفنا ازاي نبدأ، بس يمكن التحدي الأكبر هو ازاي نستمر. الاستمرارية هي اللي بتفرق بين نتيجة مؤقتة وتغيير حقيقي ودائم في حياتنا. في الجزء ده هنركز على ايه اللي يساعدنا نحافظ على استمراريتنا وما نقعش في النص. واحد من أقوى محركات الاستمرارية هو البيئة اللي حوالينا. دراسة من جامعة ستانفورد لقت إن مجرد الانضمام لمجموعة بتشاركك نفس الهدف بيعلي فرص النجاح بنسبة توصل ل 70%. في مقولة بتقول إننا متوسط أكتر 5 أشخاص بنقضي معاهم وقتنا، والمقولة دي حقيقية جدا. وعشان كده في خطوتين عمليتين جدا ممكن نبدأ بيهم فورا. أولا ننظف بيئتنا الرقمية، أي محتوى سلبي أو بيضيع وقتنا نلغي متابعته. ثانيا نحدد مين الناس في حياتنا اللي بيشحنوا طاقتنا وبيدفعونا لقدام، ونحاول نقضي معاهم وقت أكتر، وفي المقابل نقلل الوقت مع الناس اللي بتستنزفنا بالشكوى والطاقة السلبية. وهنا بنوصل للقاعدة النهائية ويمكن تكون هي الأهم. التغيير مش قرار بناخده يوم وخلاص الموضوع انتهى، لا، هو التزام بنجدده مع نفسنا كل يوم الصبح. النجاح مش في الوصول، النجاح هو القرار اليومي البسيط ده، إننا نختار نتحرك خطوة لقدام حتى لو كانت خطوة صغيرة. والجدول ده بيوضح الفرق الشاسع. اليوم ممكن يبدأ بشكل عشوائي، فنفضل في حالة رد فعل للإيميلات والرسائل، وفي الآخر نلاقي نفسنا حققنا أهداف كل الناس إلا أهدافنا. أو ممكن يبدأ بنية واضحة، فنكون إحنا اللي بنقود اليوم. مجرد وضع نية واضحة في أول اليوم ممكن يزود نسبة الإنجاز ب 54%. وبكده نكون وصلنا لآخر الشرح. القواعد والأدوات كلها بقت واضحة قدامنا. المعرفة لوحدها عمرها ما كانت كفاية. القوة الحقيقية دلوقتي في إيدينا إحنا، في الخطوة اللي هناخدها بعد ما نخلص كلامنا ده. وقبل ما نختم، ده أهم سؤال. مش مطلوب أبداً إننا نبدأ بكل القواعد دي مرة واحدة، ده مستحيل. المطلوب إننا نختار قاعدة واحدة بس، قاعدة واحدة حسينا إنها لمست معانا أكتر من غيرها، ونقرر إننا هنبدأ بيها من بكرة. يا ترى إيه هي القاعدة اللي هنختارها عشان تكون بداية رحلة التغيير بتاعتنا؟